عالسلامة ومرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب. إذا أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الشتاء جانا وحبيت نودكم بوصفة شتوية متاع سلطة أمك حورية وإلا ترشي كما نسموه في جيبس. بصراحة الوصفة هذه راهي زمنية وما نبدلهاش وراهي تجيكم بنينة وبسيطة، راهي سهلة على الآخر. باش نبدو بالمكونات اللي هي الخضرة. أخذت 2 كيلو خضرة كما تشوفوا باش نقشرهم وننظفهم ونحلهم الراس متاعهم، ومن بعد هذو عريكة الخضرة متاعنا باش ناخذ الماشين متاعي اللي هي الفود بروسيسور. بصراحة راهي تربح برشا وقت وتسهل علينا الخدمة. خذيت التيت هذايا اللي باش يعملهم لي روندالات دونك باش نركبها في الماشين متاعي وباش يربحني برشا وقت. بالطبيعة إذا مش موجود عندكم الماكينة هذه تنجموا تقصوها روندالات باليد بسكينة، وحاجة سهلة غير أني هذه تربحني شوية وقت. خذيت الماشين وركبتها بيان سور وباش نعملها روندالات كما تشوفوا راهي فيسع فيسع. دونك اللي عنده الماكينة هذه ننصحه يعمل بها، راهي تسهل علينا برشا حاجات. باش نعملها الخضرة متاعي روندالات كما تشوفوا، ومن بعد باش نوريكم شنو باش نعملوا لها. تويك تعبت لاباري نتاعي دونك باش نفرغها قبل باش نحطها في الكاسكاس. بالطبيعه الماء حطيته يسخن، حطيت المقفول متاعي من اللوطه فيه الماء وحطيته يفور، ومن بعد شوفوا كيفاش تجينا جويده على الاخر. راهي تنفع حتى للسلايط، بصراحه راهي طياره على الاخر. وحتى اذا باش من بعد نرفسوها بالفرشات دونك تبدا سهله وما تاخذش زاده برشا وقت. خذيت الكسكاس متاعي كما تشوفوا باش نحط فيه كمية الخضرة الكلها، وبالطبيعة المي ديجا قاعد يفور في المقفول باش نحطه في الكسكاس، ومن بعد باش نخليه يباوخ لين يطيب. بصراحة ما فمش راهو وقت على خاطر كل مرة الخضرة مرة تاخذ نص ساعة مرة تاخذ 45 دقيقة. بصراحة كل مرة نتفقدها بالسكينة كما تشوفوا اللي نتأكد اللي هي طابت. بيان سور اذا تحبوا تفوروها في الماء واللي ما عندش كسكاس نجم ديريكت يفورها في الماء، لكن يعملها خشينة شوية على خاطر تخافوا الخضرة تتفترش. بعد ما طابت الخضرة متاعي كما تشوفوا باش نفرخها ونحطها في بول باش نخليها ترتاح شوية تبرد على خاطر باش نرحاها بالماكينة. إذا باش تعملوها بالفرشات ديريكت لازم تعملوها بالفرشات على خاطر لازمها تكون سخونة باش هكاك تبدا العملية متاع الرفسان تجيكم أسهل، على خاطر كيف تبرد تشد روحها على الخضرة شوية وتولي كيسها متحبش تترفس. لكن إذا باش تعملوها بالماشين فبيان سور ننصحكم اللي تخلوها تبرد شوية باش ما تجينيش كأنها ليكيد. دونك كالعادة خذيت الفود بروسيسور نفس الماشين جست بدلت التيت متاعها، وباش نحط شطر كمية الخضرة الحق عملتها على مرتين تقريبا ولا 3 على حسب كبر الماكينة باش نحط الخضرة متاعي، ومن بعد باش نرحيها. جست نعطيكم معلومة، راهي اني الماشين متاعي ما ترحيش الحاجة تعملها لي يعني كيما البوري. شوفوا كيفاش تجي راهي فيها دي بيتي مورسو يعني قطع صغار تاع خضرة وتبقى كأنها مرفوسة، يعني كأنها مرفوسة بالفرشات. بالطبيعة اللي ما عندش الماشين يعملها بالفرشات وهي سخونة، ونأكد عليكم مهم ياسر المرحلة هذه انه احنا نعملوها. دونك لازم نحط الخضرة متاعنا تتسكر من الماء على خاطر ديجا هي شاربة الفابور، دونك باش نخليها تتسكر من الماء متاعها وحطيتها هيك. ومن الأحسن اللي تخلوها يعني تقريبا 2-3 على قد ما تقدروا باش تنشف من الماء. تويكا باش نحضر الصوص خذيت مغرفتين كبار طماطم معجونة ومقدار مغرفة كبيرة ثوم، واكيد مغرفه هروس اللي الهروس متاعها حار يعمل مغرفه صغيره، دونك ما اقلش من مغرفه صغيره. حطيت شويه زيت وحطيت الهروس وحطيت الثوم متاعي وباش نبدا نحل فيهم مع بعضهم. الغاز لازم يكون ناقص على خاطر كان يتحرق الثوم راهو يعطي المراره، دونك مهم ياسر اللي احنا نقصوا الغاز على الاخر ونبقوا نحلوا فيهم مع بعضهم بشويه بشويه ونقلوهم. رانا في المرحله هذه لازم نطيب الصوص على خاطر ديجا الخضره نتاعنا طايبه، دونك باش نحضر الصوص كل مره نزيد شويه ماء
راهو مهم ياسر اللي احنا نزيدوا الماء بشويه. تقريبا الكونتيتي اللي استعملتها 60 مليلتر مش اكثر. وكل واحد على حسب الهروس متاع، دونك نزيدوا بشويه بشويه ونحلو. بعد ما تحصلنا على التكستور هذه باش نفوح الصوص متاعي، دونك خديت مغرفه صغيره كرويه ومغرفه صغيره مليانه ملح. راني محطتش ملح اصلا لا في الخضره لا في الصوص، وجست الهروس متاعي فيه شويه ملح باش نزيد مغرفه صغيره مليانه. ومن بعد اكيد كل واحد حسب الذوق، راه الملح يختلف من دار الى اخرى. باش نخلط كل شيء مع بعضه كما تشوفوا، ومن بعد باش نزيد الخضره متاعي. بالطبيعه بعد ما نتاكد اللي الصوص متاعي طابنت، لهني زادت الكونتيتي متاع الخضره الكل كما تشوفوا راهي نشفت بالباهي بالباهي. وباش نبدا نحرك فيها ونخلط فيها مع الصوص اللي ديجا عندي. بالطبيعه النار كما قلت لكم راهي لازم تكون ضعيفه، وباش نبقى نحرك سورتو اذا الكسرونه متاعكم متلصق شويه، بالاحسن اللي انتم تنقصوا الغاز باش ما يلصقش وما يتحرقش الخضره ولا الصوص، وهكاك القول كله يضيع والماكله كلها تجي خايبه. باش نبقى نحرك فيه كيما تشوفوا بالطريقه هذه لين تتخلط الخضره مع الصوص ونتحصلوا على لون واحد ومتجانس من غير كعابر هروس والا الطماطم. دونك نبقى نحركه بشويه بشويه لين يتخلط كل شيء مع بعضه. شوفوا لي ما شاء الله كاللون المزيان اللي تحصلنا عليه بعد ما طاب الترش متاعنا، وراهو يجيكم بنة عالمية بالحق. اللي باش يجرب الرسالة هذه باش يرحم على والديه وباش تعجبكم على الاخر. بصراحة راني أنا ديما نستحفظ بها في الكونجيلاتور، ووقت اللي نستحق نجبد بالساشي ونعملها عشاء مع بريك وإلا حاجة راهي تنفع على الاخر وتلقاها كل فرحة. خديت البلاتو متاعي كما تشوفوا وحطيت فيه الترشي متاعي باش نقدمه بالطريقه هذه، وشوفوا ما شاء الله راه يجيكم فواحه على الاخر. حبيت نوريه لكم كيفاش حطيته في صحن التقديم باش تشوفوا التكستور متاعه كيفاش يجيكم. بالنسبة لطريقة التزيين تنجموا زينوه بالعظم المسموطة وإلا بالتن وإلا بالزيتون. لهني باش نزيدها شوية زيت زيتونة من فوق راهو شوية مش برشا، ومن بعد باش نشخشخها بالتن وراهو يجيكم ما شاء الله. ولهني باش نزيد كعيبات زيتون نزينها من فوق، وكما قلت لكم كل واحد يزين باللي يحب. راهو تنجموا جست كعيبات زيتون والا عظام والا تن جست حاجه بركه راهو يجيكم بنه. هذه هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها، ونتقابلوا في وصفه اخرى المره الجايه ان شاء الله. وبالسلامه.